السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي. النهارده اعمل معاكم وصفه حلوه جدا. هنعمل مع بعض المكرونه البشاميل. لو انت المكرونه بتطلعش معاكي مظبوطه او بتطلع ناشفه او بيطلع ما فيهاش بشاميل زياده، اتفرجي عليها وانا هقولك هنعملها ازاي مع بعض. هنعمل مع بعض صينيتين مكرونه بشاميل بحشوات مختلفه. هنعمل باللحمه المفرومه وبالشاورما، شاورمه الفراخ. وهقولك على طريقه يعني هقولك على اللحمه، نوع اللحمه اللي تجيبيه، وهقولك البشاميل اللي تعمليه ازاي عشان يطلع معاكي كده يعني سايح كده في بعضه وكريمي خالص. وهقولك تسوي المكرونه قد ايه، وهقولك تعملي الحشوات دي ازاي بالظبط. وفي حاجه بقى كده من عندي هقولك على المعلقه السحريه اللي هتضيفيها على البشاميل، اللي هيطلع لك المكرونه بتاعتك اكنك حاطه فيها جبنه موتزاريلا وانت مش حاطه فيها جبنه موتزاريلا. بس تابعيني لاخر الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. هو ايه احنا طالبينه من الدنيا غير ان احنا ناكل حاجه كده حلوه وطعمها لذيذ كده، اكنك جايباها من بره. هعمل لكم المكرونه بقى اكنك بتاكليها زي بتاعت بره بالظبط واحلى كمان، وباوفر، يعني بامكانيات موفره جدا. احنا دلوقتي طاجن المكرونه البشاميل اللي تجيبيه من بره ب50 جنيه، لا ده احنا هنعملها يعني بصوا هنعمل كمية كبيرة بطبق من اللي احنا بنجيبه من بره. اهم حاجة لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك واشتراك للقناة. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله واللهم صل على سيدنا محمد. اول حاجة انا ببدأ بيها طبعا، جبت حلة كبيرة كده مليتها مية وحطيت معلقة زيت وحطيت معلقة ملح كبيرة، وهبتدي اسيبها تغلي وهضيف لها كيلو ونص من المكرونة. كيلو ونص من المكرونه القلم. طبعا المكرونه انت بتجيبيها من عند حد تكوني واثقه فيه، لو انت بتحبيها سايبه تجيبيها من عند حد تكوني عطار تكوني عارفه حاجته كويس جدا. والمكرونه بتستوي 3/4 تسويه عشان الربع التاني هيبقى مستوي في الفرن مع البشاميل. انا جبت حوالي 4 حبات كده من البصل وقطعتهم وهفرمهم في الكبه. هفرمهم فرمه كامله في الكبه. البصل ده انا هعتمد عليه للفراخ واللحمة المفرومة وللحشوة الفراخ. معاها جبت حاجتين من، يعني جبت نوع من الخضروات، جبت الفلفل الرومي ومعاهم قرن كبير من الفلفل الألوان. اللي كان موجود عندي كان اللون الأحمر. طبعا انت لو عندك أصفر وأحمر تقدري تضيفيه مفيش أي مشكلة. أنا هقطعهم كده طرنشات، هقطعهم كلهم طرنشات كده زيهم زي قطعة الشاورما. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك واشتراك في القناة، وقولي لي رأيك برضو. المكرونة بالطريقة دي هتعجبكم جدا صدقوني، وهتحبوا تعملوها على طول. في ناس كتيرة بتشتكي ان المكرونة تنشف منهم وان هي ما فيهاش بشاميل كتير. لا ده انا هقولك بقى النهاردة ازاي تعملي المكرونة مظبوطة وتبقى كده سايحة ونايحة في بعضها زي بتاعت بره بالظبط وغرقانة في البشاميل. وهقولك البشاميل بمقاديره مظبوطة تقدري تعملي كمية كبيرة، يعني تقدري تعملي صينيتين مكرونة كبار بكمية البشاميل دي. انا كده خلصت الخضروات بتاعتي وقطعتها. هخش على تقطيعة الفيليه. انا رحت جبت حوالي ربع كيلو من الفيليه من عندي بتاع الفراخ، وقلت له قطعوا لي فيليه. ولما روحت البيت غسلته كويس وحطيته في مصفى صفيته من الميه، وببتدي اقطعه زي ما انتم شايفين شرايح كبيره. يعني انت بتقطعيه زي الشاورما، يعني انت جبتيه عند بتاع الفراخ وهتبتدي ان انت تقطعيه في البيت التقطيعه بتاعت الشاورما. هتقطعيه بطول كده حتت كده مطوله. انا ما بحبش القطع المربعه، الحتت الطويله دي بتديكي كميه اكبر، وفي نفس الوقت بتطلع بنفس طول المكرونه وبنفس طول الخضروات اللي انت مقطعوها، فبتطلع كلها في الشوكه مع بعضيها. هخلص كده التقطيعه بتاعتي بتاعت الفيليه، وهبتدي اخش على ايه تشويحه اللحمه المفرومه. انا قطعت كل حاجه زي ما انتم شايفين كده وحطيتها في طبق واحد، مع الإضافة حبيتين قوطة قطعتهم برضو تقطيعة شرايح عشان دي اللي هضيفها على الشاورما. خدت 3/4 كمية البصل دي بتاعت اللحمة المفرومة. بقيت الخضار ده هشوح بيه الفراخ. هاخد كده البصل على حلة كده، في حلة كده على النار، وهحط له معلقتين سمنة وهحط له معلقة من الزيت. وهبتدي جبت من عند الجزار ربع كيلو لحمة مفرومة جملي، تحفة تحفة بجد. اللحمة الجملي المفرومة تحفة. هحطها على البصل بعد ما خد لون، وهحط البهارات بتاعتي. طبعا انتي بتقلبي، تفضلي تقلبي كده لحد ما يفك معاكي. لو ما فكش معاكي تقدري تفكيه بهرسة البطاطس.
البهارات بتاعتي معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، معلقة 7 بهارات، حبيتين مكعب ماجي، معلقة كمون، آآ معلقة ملح طبعًا بتضبطي الملح بتاعِك، ورقتين من اللوري، وهابتدي أحطهم كده. أنا خدت نُص كمية البهارات دي للحمة المفرومة، وهابتدي أقلّبهم كده كويس تقليبة. أول ما تطلّع معايا ريحة البهارات هابتدي أضيف عليها نُص كوباية مَيّة، وأحطها على نار هادية لحد ما يخلّص تسوية. اللحمة الجملي تحفة يا جماعة في الأكل، بجد تحفة في المكرونة البشاميل. هاخش كده على حشوة الفراخ، جبت طاسة وحطيت فيها نفس المادة الدهنية بتاعة اللحمة، معلقة سمنة، معلقة زيت، وهابتدي أشوح الخضار الأول، وبعد كده بعد ما خلصت الفيليه تقطيع رحت حاطاه كده على النار، استنيت عليه دقيقة بس مجرد إن هو يتشوح من تحت، وهابتدي أقلب الخليط كله مع بعضه، وهضيف نفس كمية البهارات، يعني هضيف نص البهارات التانية اللي أنا حطيتها على اللحمة. الجزء اللي أنا شيلته على جنب هابتدي أكمل بيه الشاورما، شاورمة الفراخ. طبعا انتي بتقلبي لحد ما يتشوح معاكي. هاحط كده البهارات بتاعتي برضو على الفراخ، واحط معلقة من الصويا صوص عشان يدي قطعة اللحمة لون غامق كده سنة. لو عندك دبس رمان تقدري تحطي معلقة برضو كويس. وهحط ربع كوباية مية، وهحطهم على النار بقى لحد ما يتشوحوا كويس وتنشف السوائل بتاعتها، وهطفي عليها وهشيلها على جنب. وهنخش دلوقتي على البشاميل اللي هو الحاجة الرئيسية والأساسية بتاعة المكرونة البشاميل. عندي 4 كوبايات من الدقيق، يعني 4 مجات من الدقيق، حطيت معاهم 3 معالق كبار من السمنة ونص كوباية زيت، وهبتدي أقلب كده كويس لحد ما ياخد معايا لون الذهبي. الأربع كوبايات، 4 مجات من الدقيق، 3 معالق كبار سمنة، نص كوباية زيت. لو احتاجت معاكي، لو لقيتي الدقيق عمل معايا زي ما عمل معايا كده، تحطي له معلقة سمنة تاني وتبتدي تقلبي، هتلاقيه ابتدى يفك معاكي. طبعا انا كفايه كده ماده دهنيه، هبتدي اقلب كده. طبعا لو تعملي كميه مكرونه اقل تقدري تستعملي كميه اقل في البشاميل، تستعملي نص الكميه اللي انا عاملاها دي. هقلب كده كويس خالص لحد ما ياخد معايا اللون الذهبي. اللبن بتاعي هيكون 2 كيلو دقيق، 2 كيلو لبن ساقع، ومجين من الميه. لو عندك شوربه تقدري تحطي بدل الميه، تقدري تحطي كوبايتين من الشوربه، بيديها برضو طعم حلو جدا. بس اللي كان متوفر عندي اللبن بس، وحطيت كوبايتين من الميه. 2 كيلو لبن ساقع، 4 مجات من الدقيق، 3 معالق كبار من السمنة، نص كوباية زيت، مجين من المية عشان يساعد ان هو يبقى كريمي معاكي ويفك ما يكلكعش معاكي. طبعا اول ما بياخد اللون ببتدي اضيف عليه اللبن بتاعي كده وافضل اقلب. هركن بقى المعلقة، دور المعلقة كده خلص، هبتدي اخش على المضرب بتاعي. لو كلكع معاكي اكتر وما فكش معاكي تقدري تحطيه في الخلاط تضربيه وتزودي حبة لبن او حبة مية لحد ما يوصل معاكي للقوام الكريمي. هابتدي أقلّب كده، يعني هافضل أقلّب بقى لحد أمّا يتقل معايا. أول ما يتقل معايا باهدّي النار عليه خالص، وأول ما بيدّي معايا القوام الكريمي اللي أنا عايزاه بابتدي إن أنا أطفي النار عليه. حطيت البهارات بتاعتي، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، ربع معلقة فلفل أسمر، معلقة ملح، هتفضلي قلّبي لحد ما أمّا يتقل معاكِ أو يدّيكِ القوام الكريمي. هاقول لِك بقى على المعلقة السحرية اللي هتحطيها دلوقتي على البشاميل، اللي هتغنيكِ عن الجبنة الموتزاريلا. لو مش متوفر عندك جبنة موتزاريلا هتحطي معلقة من النشا. معلقة النشا دي هتديكي تستعلي البشاميل، بتخليه كريمي اكتر ما هو كريمي، بتخلي لون البشاميل بتاعك لونه فاتح، بتخلي البشاميل يديكي زي مطة كده خفيفة. هو ده كده يعني هو ده السر في البشاميل اللي انا بقول لكم عليه. كانت تحفة وجميلة وكان كريمي جدا معانا، وعلى شرط بتفضل معاكي لحد تاني يوم، ما بتجمدش معاكي. لو سخنتيها ترجع معاكي اكنك لسه عاملاها. كان عندي طبعا وش اللبن حوالي طبق كده صغير، رحت حطاه وابتديت اقلب. لو عندك ماجي تقدر تحطي نص مكعب ماجي، هيظبط معاكي برضو الطعم. هبتدي اقلب لحد ما يديني القوام الكريمي اللي هوريه لكم دلوقتي. اهو هو كده تقيل معايا. اول ما بيديني القوام الكريمي ده بدفع عليه النار، واقوم جايبه طبق
هو ده أسبك القوام اللي انا عايزاه، البشاميل، القوام الكريمي أقسميه على الجميل ده. باخد 3 طبعا أرباعه انت لو عندك وبخلي لبن الربع البودره تقدر للمكرونة. تضيفي معلقتين من اللبن بصوا كريمي البودره، جدا بس ما جدا جدا، تستغنيش عن معلقه في الطاجن البشاميل كانت في بعلقه منتهى الجمال والله، النشا دي، أحلى لان من دي بره. هتظبط طبعا معاكي احنا القوام طبق بتاع يعني الكريمه طاجن المكرونة بشاميل بتاع بره وصل البشاميل بتاعك. ل50 لو عندك ما و60 جنيه، يعني ايه فانت ما اعمليه في البيت تتردديش، انا كده خلصت بضعف ضعف البشاميل وزي الكمية ما اللي انتوا انت شايفين هتجيبيها هو من كريمي بره، جدا معايا. وبتبقى اوفر في خدت 3/4 الفلوس. الكميه انا خدت كده 3 على ارباع جنب، دي اللي الكمية شلتها هحطها على اللي جنب، هظبط بيها وهبتدي الصواني، اجيب في والربع المكرونة التاني بتاعتي. رحت بصي حاطه عليه المكرونة ثابتة من المكرونه. بعضيها، المكرونه زي ما يعني قلت ما لكم في مسكتش لان الاول انا تستوي مسويها تلات تسوية ارباع مظبوطة. تسويه وتصفيها على انا طول، كده ما كنت تسيبهاش في طفيت الميه. النار وهبتدي اقلب انا كده كده بالمعلقة حطيت المكرونه الخشب، بتاعتي. هحط طبعا ذرة انت بتحطي كمون بقى تاني، حله في حاجه كبيره هحط كده بقى عشان ذرة تاخد كمون، معاكي، ذرة ملح، تاخدي وهبتدي راحتك في هظبط التقليب الملح، بتاعتها، لان انا فلفل كنت عامله اسمر، كيلو ونص ذرة من فلفل المكرونه. اسمر، ذرة كمون. هحط كده واقلب لو لقيتها كويس، محتاجة واحط ذرة ملح معلقه بحط لها صغيره ذرة ملح تاني. من الفلفل انا الاسمر حسيت ان هي محتاجة تاني، يعني بشاميل ذره تاني، كده فضفت صغيره. حوالي وايه، اربع وهظبط كبشات الملح، من لو البشاميل لقيتيها او محتاجه 3، ملح ظبطي الملح بتاعها. لان اخدت وفي كمية تيست كبيرة برضو شلتها تاني على جميل جنب. جدا، بتحطي ذره من باخد الكمون. كده 4 انا كبشات حسيت أو اني 3 من محتاجه بشاميل البشاميل. تاني، بص رحت هو حاطه جميل حوالي 3 كريمي جدا. معالق كبار ولو عندك كده. جبنة وهبتدي ان انا موتزاريلا اقلب برضو زي ما انتوا تقدري شايفين تضيفيها. سايحه ونايحه في بعضها ازاي. هقلب كده كل ده غير الكمية بقى لما بتاعتي، وهجيب تستوي الطعم صينيتين كان في كبار، منتهى الجمال. وهبتدي أحط في ورحت قعر بقى بعد كل ما صينية خلصت كبشة رحت من جايبه البشاميل، صينيتين كده كبار، وهبتدي أرصص وفرشت الارضيه المكرونة بتاعتي. بتاعتهم كده أنا قلت بالبشاميل. لكم على وهبتدي طريقتي. ارصص أنا كده المكرونه هرصص بتاعتي قدامكم كده. الترصيصة اللي انتوا اول طبقه، شايفينها دي، طبعا انتي بترصي عادي، النصيحه ما بتحطي تمليش الصينيه الحشوة قوي، يعني ما بتاعتك، تخليش طبقه قطعه وبتحطي فوق المكرونه تبقى الحشوة كبيره. بشاميل، حبة بشاميل تاني، هبتدي وبترصي اظبط كده الصينية زي كل ما أنا عاملاها حاجه، بالظبط. وهبتدي ان انا هرص كده الحشو نوع بتاعتي في كل اللحمة صينيه، المفرومة عامله واحده هتديكي باللحمه طعم حلو المفرومه جدا. اللحمة الجملي وواحده كانت جميلة. بالفراخ. اول حاجه كده هبتدي ارص بالنسبة اللحمه للبشاميل المفرومه، هتحطي معلقة وهفردها نشا كويس في الصينيه، وهبتدي في اكمل بقيه البشاميل. الحشو. تاني بس واحده طبعا ده احط في بداية الشاورما البشاميل بتاعتي عشان ما تكلكعش معاكي. اهو. بالنسبة دي بعد ما لشاورمة استوت. الفراخ لو تقطعيها، عجبكم الفيديو ما تقطعي على انا تنسوش وريتها تعملوا لك اللي هي لايك واشتراك الطويلة دي، اللي هي للقناه. الشاورما الطويلة. الطريقه دي هتظبط معاكي البشاميل جدا، يعني وهتطلع وبالنسبة معاكي زي بتاعت للمكرونة بره تسلقيها بالظبط، 3 أرباع تسوية. وهتطلع معاكي سايحه لو انت ونايحه كده. بتحبيها طبعا مع سايبة كل تجيبيها طبقه من من عند فوق بحط لها بتاع الطبق من عند البشاميل العطار. تاني، وهبتدي سايبة، اكمل بس بقيه كنت عارفة المكرونه ان حاجته بتاعتي. كويس عشان ما طبعا هي تعجنش كده معاكي او مستواها كويس تفك جدا، معاكي او وهتطلع تبوظ معاكي معاكي في القطع حلو التسوية. جدا. انت لو حابه تاكلي المكرونه تظبطي البشاميل البشاميل زي ما انا وريتك فكه من كده، هتديكي بعضيها التست وهي العالي سخنه، اكنك لكن لو جايباها من بردت بره. هتطلع القطع انا ربع متماسكه جدا. كيلو انا من الناس لحمة اللي بحبها مفرومة تبقى ايه فك كده من بعضيها وربع وسايحه كيلو ونايحه زي ما فيليه، بيقولوا. عملت سنتين من البشاميل. انا خلصت تحفة. كده خلاص وظبطت الدنيا، قضوني وده كده كان شكلها في وبزيادة الفرن. بتحطيها كمان، في الرف وكلنا اللي فوق وشبعنا الصاج على والحمد طول، لله. وده شكلها يعني في الرف الفرن، اللي من تحت وده كده، شكلها بعد ما وتسيبيها لحد طلعتها ما من تستوي الفرن. من تحت، وتاخديها في طبعا انا في الشوايه من بداية فوق. الفيديو كنت وده جايبة كده كان لكم ازاي انا شكلها طلعتها النهائي بعد قطع ما قطع كده خلصت. سايحة كانت ونايحة في جميله بعضيها. وكانت سايحه كان كده في عندي بعضها، سلطة، عملت والله طبق وكان سلطة كده كلها متقطع بشاميل. كبير، وكان حاجه عندي كده في طبق منتهى مخلل. الجمال. عملت جنبها وده طبق شكلها سلطه لما هديت وطبق شوية. مخلل. جميلة. الف هنا. وشكرا.